الزمالك بتاع المستحيل، الزمالك بتاع المعجزات، الزمالك اللي دايما بيكون ضد التوقعات، بيفوز على المصري البورسعيدي وبيتصدر ترتيب الدوري. وفي الحقيقة احنا محتاجين نتكلم عن الماتش ده شوية، بس قبل ما نبدأ كلامنا ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الزملكاوية، واشترك في القناة. عاوزين نوصل 15,000 مشترك ان شاء الله في اقرب وقت. مبدئيا انا ممتن جدا للزملكاويه الجمال اللي توقعوا النتيجه صح، رغم الاداء المزري اللي شافوه في مباراه وادي دجله. هم عندهم يقين ان الزمالك قادر يعود اداء ونتيجه، وبالفعل الزمالك بيقدر يفوز وبنتيجه كبيره، ومش مجرد فوز، ده هيمنه واستحواذ واقناع وامتاع قدام الفرقه اللي متصدره الدوري او كانت متصدره الدوري. وخليني اقول لك ان الزمالك فاز 3-0 ولكن باقل مجهود. السهل الممتنع النهارده من يانيك فيريرا. اللعيبه كلها النهارده نازله مركزه ونازلين عينهم على ال3 نقاط والصداره، وهو ده اللي فرق فعلا. انا اول مره اشوف كميه الثقه دي عند اللعيبه، اول مره اشوف كل لاعب بيعمل واجباته والمطلوب منه بنسبه 100%. وحتى يانيك فيريرا اول مره اشوفه قادر يسيطر على الفريق واخد بالنصيحه، بطل فزلكه في التشكيل وفي التغييرات. فيريرا بيبدا اللقاء بطريقته المعتاده 4-2-3-1، ولكن الطريقة دي بتتحول أثناء الضغط ل4-4-2. صبحي في الجون، قدامه حسام عبد المجيد واللي مبهور بأدائه محمد إسماعيل، على اليمين عمر جابر، على الشمال ربنا يحفظه محمود بن تايج. نص ملعب زي ما الكتاب بيقول مكون من دونجا وعبد الله السعيد، وينج يمين خوان بزيرة وده هنتكلم عليه كتير، وعلى الشمال آدم كايد. صانع ألعاب الفايق قوي ناصر ماهر، كل دول تحت مهاجم صريح عدي الدباغ. في الحقيقة ان النهارده بس اقدر احكم حكم تام وكامل على يانيك فيريرا، مش بس عشان بصماته بدأت تبان في الملعب فعلا، لكن كمان لانك بتلعب قصاد فريق هجومي ايه؟ ده اقوى خط هجوم في الدوري كله، ومع ذلك قدرت تحجمه وتقلل من خطورته. بل كمان بنشوف فيريرا النهارده كل تبديلاته في مكانها الصحيح وفي توقيتاتها الصحيحة، كل لاعب عامل وجباته بشكل ممتاز. المصري بيقدر يخترق كويس جدا من العمق، ماشي سهل، هقفل العمق بلاعب فاجئني النهارده اسمه دونجا. وممكن كلامي على دونجا يكون غريب شويه بالنسبه لكم، بس دونجا النهارده يصنف انه من نجوم المباراه، مش سايب مساحات في ظهره، وخصوصا في الشوط الثاني. المصري بيعمل انتشار كويس في نص الملعب. طيب هقدم خط الدفاع عشان يبقى قريب من نص الملعب واي سكند بول تبقى بتاعتي. المصري بيضغط عليا بطريقه 4-4-2 ومش هيخليني اخرج بالكره من العمق. سهله يا عم، هطلع بالكرة من ناحية عمر جابر. مفتاح لاعب المصري معتمد على عبد الرحيم دغموم. طيب هحط له لاعب يراقبه مان تو مان. وفي الشوط التاني لو قرر يبقى وينج يمين هدي تعليمات لبنتايج انه ما يتقدمش ويثبت معاه. السهل الممتنع النهارده من يانيك فيريرا. بقى هو ده الفريق اللي لعب الدوري كله ومتعادل مع بيراميدز وعامل سلسله انتصارات وما خسرش ولا ماتش في الدوري. بقى هو ده دغموم اللي متصدر قائمه الهدافين وعامل اسيستات والاعلى مراوغه في الدوري. جميل الزمالك، جميل لما يفاجئ الجميع باداء حرفيا استثنائي، جميل انه يكون ضد كل التوقعات، جميل لانه هو الشيء الوحيد اللي قادر يخليني نايم وانا اسعد انسان على وجه الارض. بس هو مش جميل لاسباب تانية، اولهم هو عدم الاستقرار في الاداء. يعني ايه كزمالك اقدم ماتش عالمي والماتش اللي بعده استباح من فريق لسه صاعد؟ يعني ايه واحد زي ناصر ماهر ده يعمل اداء عالمي النهارده وفي الماتش اللي بعده ما يجيش؟ هل اللي شفناه النهارده ده استثناء لعيبه الزمالك ومن يانيك فيريرا، ولا قدرنا نستغل التوقف الدولي ونعالج الاخطاء اللي كانت موجوده عندنا؟ خلونا بقى نتكلم شويه عن ليه الزمالك النهارده ظهر بشكل كويس لدرجه ان دي افضل مباراه للزمالك من اول الموسم. مبدئيا الراجل واضح اعتماده على التدرج بالكوره، وده مع كل مباراه بيتحسن. يعني في اول مباراه قدام سيراميكا ما كناش بنحضر لعبه اصلا لان الاستحواذ كله كان مع سيراميكا. تاني مباراة قدام المقاولين كنا بنعتمد اعتماد كامل على الكرة العالية. تالت مباراة بقى قدام مودرن هي اللي بدأنا نحسن من شكل الفريق أثناء فترة التحضير والطلوع بالكرة، بل كمان بدأنا نشوف أنماط جديدة زي إن عبد الله السعيد هو اللي بينزل يستلم ويوزع اللعب. لكن بعد كده استمر شكل الزمالك البائس أثناء التحضير، ويمكن أول مشكلة واجهتنا هي الونش بالكرة هو سيء جدا،
وده قلل من جودتنا بالكوره. تاني حاجه، مراحل تطوير الهجمه في الزمالك هي مسؤوليه ناصر ماهر، وناصر ما كانش بيأدي دوره كويس في النقطه دي، وطبعا كنا بنشوف بيعمل ايه في الفتره اللي فاتت. ثالثا، شكل الزمالك الهجومي ما كانش باين ليه اي ملامح، وده بسبب فشل المرحلتين اللي كلمتك فيهم، اللي هما بناء الهجمه وتطوير الهجمه. رابعا، فيريرا كان بطيء جدا في قراراته، محجم سكواد الزمالك. عندنا اوراق افضل من اللي في الملعب، وعندنا اوراق تنفع دكه افضل من اللي انت بتدخلهم وما كنتش بتعتمد عليهم. ولكن واحده واحده النهارده اسماعيل بدأ مباراه كبيره جدا لاسماعيل، اضاف كتير لينا في الخروج بالكوره، ولسه عنده افضل بكتير، ومبسوط بيه بصراحه لان كنت مراهن عليه وشكرت فيه كتير جدا لما تعاقدنا معاه. ثانيا، النهارده ناصر ماهر في فورمه كويسه، محتاج يكمل ومحتاج فيريرا يحسسه انه مش ضامن مركزه، لان ناصر لعيب لازم يحس بالضغط، هو في نوعيه لعيبه كده، وفعلا انت عندك لعيبه كواليتي عالي جدا في المركز ده، سواء احمد حمدي او عبد الحميد معالي او ادم كايد. فيريرا اساء استخدام سكواد الزمالك في البدايه، النهارده بتشوف الدكه بينزل من عليها معالي وعمرو ناصر وشريف وفتوح، وعندك ناصر منسي ما نزلش، ده غير مصدق واوشنج، وعندك بنزا والجزيري مستبعدين خالص. عندنا جوده وعندنا لعيبه، بس فريرا اتاخر اول 5 ماتشات، لكن النهارده فريرا اجاد اجاده تامه في اداره اللقاء وفي اداره السكواد. دكتك كانت تقيله واستغلالك ليها كان هايل، بخلاف ان وقت نزول معالي كان ممكن يخش 10 افضل ونحط ماهر وينج، لكن النهارده كمان رغبه اللعيبه ساهمت بشكل كبير جدا في الفوز. اخيرا بقى وقبل ما نروح لتقييم اللاعبين، عايز اكلمك عن دونجا. بالنسبه لي دي اول مباراه لدونجا معانا من يوم ما تعاقدنا معاه، بسم الله ما شاء الله، ملحمه في نص الملعب في الشوط الاول وفي الشوط الثاني، بيهدم اي بناء لعب بيحصل من لعيبه المصري في نص ملعبنا. اول مره احس اننا بقى عندنا لاعب رقم 6 من بعد طارق حامد. اتمنى يا عم دونجا ان ما اجيش في الماتش اللي جاي انتقدك، كمل واستمر على ادائك ده. كمان عايز اكلمك عن خوان بزيرة. عارف مصطلح صفقه الموسم؟ هي بالظبط تنطبق على خوان بزيرة، يعني هي الكلمه هتحسها شبهه كده، اول ما تشوف الكلمه هتفتكر خوان بزيرة. اكبر مكسب للزمالك في الموسم الحالي هو الولد ده، حرفيا عنده امكانيات تخليه يعمل كل حاجه هو عايزها، بيرقص وبيعدي وبيعمل اسيستات وبيدافع وبيرجع الاستحواذ. لا بجد يعني ربنا يكون في عون اي باك بيلعب عليه. الف مبروك على الفوز، الف مبروك على الصداره. اتمنى ان الاداء اللي شفته النهارده ده يكون هو الاداء الثابت للزمالك خلال الفتره الجايه.